سلام تخطاتلت نايس channel كما يكنيكم كما يتخونوا سناي كتكونوا ناي وترو من نيوتيو مبارلو مدما أقداس زبالكو حبريتان زينان هيزالكم متيالوهو أبزا فيديو زيا فليز بلا حبريتاينا غنري فليز بلا كبل كلوهو نفلتو عودة وقي مبزحت جزيه مچم نايتت هاو كنتات أب كبابك إيه بحارو زولو كمعالتنا مع بلندي زخي زولو حدش نقر كتالي زقاتم زولو مسو بزتها من قدد ما كالا رستغنرينا لومين سدما زبناوي ويكا أبزوان زي وق بخامي من قدي كايت كم زلو كنرينا بدريد عندكن أبكي بحري حجون انتخوني بحوت زي كوني بخالوت من قدي مراقب كتلفان كمون هايجاكت كونا مغنياتو تي أب كم زي عينت حقا البونت شفتنت كم ستنسي كم قبول غير كاتوزدو سلازي حدش كستت مع الاستفترة كنرينا تي ريسك بوغيرو كما تزخر كونتات دما كنرينا سلازي أبزا كونتات زيا بفلوي كنريو دليا زلوخو ترى ناي درونس أبو كما كم زخون زلو بزعبا درونس دما أقداس حبريتا كنوسط كنفترينا مغنياتو حدا كابتي أبز ملتا عمتا تزلع على ترى بوغ كتعود زقبا كم مخانو زنقرلو سب زي بلن درونس مالتشو زخا درون كنبل كلنا كم زين هنا فاريد على زخي ترى يكونس بخل من قدي سلازي أمريكا أنت تكبر زلان أمريكا تكبر زلان منين تنزيادة هجرات أبكمو حيل زلون كنركن فتنينا لايك جبر سبورت جبر عقل تغييركم دما I think very interesting video يعطيكم زيا so انتهي تستور نحن نريد دلنا Tensions are spilling over from Gaza to the Red Sea now as fears of a maritime war continue to mount. The Red Sea has become the new battleground. Our next report looks at what the Indian Navy is doing in the Red Sea in the wake of recent drone and increased attacks by the Houthi rebels. Well, the Indian Navy has increased maritime security. So بستفعل من قد كريو كم فتنينا أتكونتات كم تريو دلهم هندك محجي أبتي عربيان سيز بهال حنت مركب مجوي تتفتين وهم زنبرن اتناتهم حيل بحري أبتي ستا نتز أتا نخرجها قاوزو له قال قبر ملتب مهاب كم زدحني تمال ما حد عبي حنت مركب أبسك أتزقات أما بسنكتي قلت أفسق قمتناي حيل بحرناي هندي كدحن كم زخالت زقال إسحابريتا كنرينا الزد ما هذا أبتي prosperity guardian زبلوا operation prosperity guardian زبلوا أمريكا زعمت لفنتي هند أبعلا يكون تنابو سلزي تي بوتات تي بحر يكون تبات بوتاجن نهندي كامت أنا على قداش نزلوا بحر سلزو غني ناتا مرخب بحرن ناتا تان مر نقدنا تان نموحس فلوي حيلة وافرة لا سلزي أب أكشن دما كلتا سلسة جزء رينا مالنا حدا كابتي تمالس تجبر دما تقنديو هجي نابو كنسجرينا what happened yesterday بوتا بقيسنا دما ناب كالارسي كنسجرينا مالتي. Another hijacking and once again the Indian Navy to the rescue. It was a very dangerous mission, a maritime chase, a commando operation, and finally a daring rescue. It's a big success for the Indian Navy. They've successfully thwarted a hijacking attempt. They have cemented their role as first responders in the Indian Ocean. But how did this operation pan out? So هندي دقيمة حجون تالايك زيجن إزل ما بغندو هذا عبي متقعت زور هذا مركب حجز مسحتت رداتنا هندي متشو كتحنا كيلو تردي أبتبوتاتي ولا قا تنا أمريكا تمرحز لا كدان انتخوني تعور وحسنة تبز خلز بهالز نبرة عقمتات الدروت كم خانمة إزنا هندي حيل بحري وينيفي نتزد لي ردات ويك حجز كب بقي له مالتي. Well, here's what we know. On Thursday evening, the Indian Navy received a message, sort of like a distress call. It came from a Liberia flagged ship near Somalia, a ship called MV Leela Norfolk. And what did the message say? So, زي مركب زي تريواز اللهم يا تا تجمع زجاجة ما تا تجمع دمان تا عين تجمع يا جاتيو موا كابي يمتيو اسكنيشتين اسمعيو مغنياتو بحر ويوك أنا صات عزيز فيه كابن هناك حسبنا غلا على سفح سلزخونه صدقناتو نخطو حس كبهال كله كمتن العلي كبيد بدهون سرعني مستبزح مراقبة بحر زلوا سلازي زي أبز حالفة بفلا يبتل تشحن عسرت غلطن زنبري أبتناي جماعة سوماليا زي جبر زنبرتي سومالي بايرت سبلو ويكا شفت النت أب بحر زنبري حدا أبي بدهو خوينون يرونتي مسمر نقدنا علم دحيروجن منجس سومال نحية لمسمتي بتكونتاتنا ترجع خمسة خد حجر ما بس تفتيروا زل حواف ناي حوتنا يقلن
دقيمهم كم بحد شك على قالوا له زبل زرار بالو اسكن اسمعي نبي قصي تقعزو. That 5 or 6 armed men had boarded their ship, clearly a hijacking attempt. So the Navy sprung to action. First, a patrol aircraft was dispatched. This morning, it reached the hijacking site. It established contact with the vessel. Then a warship was deployed, the Indian Navy's INS Chennai. It reached the hijacked vessel around evening today. And once there, Indian commandos took over. They boarded the ship, they secured the 21 crew members, and finally, they sanitized the vessel. In other words, So, تزقاتما كنتات هايجاكي مالت كمزي تأليف كاب محس نات كا علامات حرب فلاي تذكروا تخينكم أبتي زحلفة عمتات زجبر زنبرابتي بحرنا هيك كبابي سوماليا زولو بفلوي زتكاس نتا مركب يحزوا شعور رانسم بهالويكا نتوم تتحيزهم زولو مركبكم سبكم نخطط حنو 5 مليون 10 مليون 15 مليون جنزب كفولي بهال سب دما نعمس كفله ويكات انت كالات نعمس كفله يوصا مالتي سلازي اذا حدا عبارس زنبريو دقيمو تمليسو مملاسو نبزح سب ازراربن اسكافنا غوني يمصالو بتخوين بتجن زيا تمركب ناي هندي حيل بحري ردات مزيوما اتيوم دما نتا بحري كله سانيتايز مالت نتي تم شفاتو ابو خيلو تشجرهم اغاطام تم شفاتو اوريدي جلابو سلازلو تكونتا تريوم مسبلو تكونتا تعذيبام هادي ممتنيها مثلا. words, they tried to clear out the pirates. Didn't have to though. Turns out the hijackers fled the vessel. The Navy says their warnings probably made them flee. So the ship and the crew is safe. In fact, 15 of those crewmen were Indian. I guess that was. So after مركب زنبرو 15 sailors ويك بحرينياتات نايتا مركب مالت نايتا اب شجر ودي غاز نبرت 15 يوم actually هنداويان سبعة سل زنبرو هنداوي ميشن لما زيادة مور تبابعي نيرو مخنياتو هنداويان مخانو تفليتهم بزلا على كسرهم زغلوتهم حيل بحرون فلوتيو. Added motivation for the Navy. They released footage of this operation. Take a look. So زنريه زلنا تكونتاتيو كما يلوم كم زاتو انتي كم زغبروني يزرزلو كوماندو ناي هند مالتيو زي هندي عب كبري تسميعوم مخنياتو اب عالم لخاوي صقماتيخا مفتح مفتار. Now usually these hijackings follow a set pattern. Take control, sail to a safe port, then seek ransom. But who was behind this hijacking attempt? Looks like Somali pirates. Last month they hijacked a Malta flagged ship. It was called MV Ruin. Even then the Indian Navy was the first responder. Another possibility is the Houthi rebels, though highly unlikely at this point because most of their operations have focused on attacking ships. Hijacking is not their MO. We've also done some digging on the Lila Norfolk. So many غيرو نزي نزبل زلو كنتات نصور يكونن اقدم بيلون كال مركب تمساسال عجا اقاطيمو خمس نبرن بناي هندي نيفي كم زدحانتن تي اقباب نايتهم هاجاكرس وي كازم زطلف زلو ترينا دما انتايم زغبرو ابتا مركب يمصو ناتا مركب يقواصروا نت كابتن يحزو نابتن سوم زدليو دلو ودب يوزدوا ناتا مركب او تطوي بلو ابو خينم ابو حسبوتا انا نفسهم كلاخلوا ابو زخول وتا خينم دما كمز ገንዘብ ዝሓዘ ሰብ ስደዱ ታ መርከብ ክትወስድዋ እቲ ንብረት ክትወስድዎ እቶም ሰባት ከተትሕንዎም ተደሊኹም ይብሉ ቦ መንፅር ድማ መፅኦም የትሕንዎም ስለዚ እቲ ኩነታት ነዚ ዝመስል ነይሩ ኣብዚ ዋን እዚ ግን ኤግዛክትሊ መን ከም ዝገበሮ ሑቲ እቶም ሑቲ ዝበሃሉ ናይ ሰሚዕ ኣንሰር ኣላህ ናይ የመን ከምኡ ኣይገብሩን እዮም ነይሮም ክሳብ ሕጂ ዝገብርዎ መጥቃዕቲ ጥራዮም ዝገብሩ ስለዚ ንእሳቶም እዮም ገይሮም ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምናልባት ኮንዶኾን እቶም ናይ ሶማሊ pirates ويكا شفاتو زبحلو زنبرو نسوم دخون يخونو زبل قمتاتي زلو قم بنصور من مخمزو خانو اي تفلتنا له. It was sailing from Brazil to Bahrain. In that case, it doesn't really need the Red Sea. It can sail through the Persian Gulf. So right now, Somali pirates are the top suspects, not the Houthis of Yemen. If you think that that's better, it's not. Somali pirates were active in the last 2 decades, and they were a real headache. In 2011 alone, they attacked some 212 ships. They cost the global economy $18 billion a year. But in 2019, they sort of disappeared. We had more naval patrols, more joint operations. Also, the government in Somalia had cracked down. And this was the result. The pirates disappeared. So, country war, some pirates in Somalia, قللتها ينبرون نتعرف دقة بحر دي كونس وش تأتي يومون نتقول طبعا عالم كسب 18 بليون كسارة خمسة قاتم مغنياتو كم عينة سأقام تلو تمراهم مبزحت جزء إنشورانس ناتني يوسخ مغنياتو التنوعان إنشورز قبل زلوا كم زعانة ريسك تلو نت بريميوم ناتو يلعلو كله
نتنقدي زي تدلي مسمرات كمزوسن راح كمزوسخن كال توسخي سكيورتي كمزوسخن سلازي قبرو نتقعزو يكابدو مالتي بو منصر دما واغاتات ناتو يوسخ زخونه مغعزيا ناي بحري نوع انقفاض تفطيركا تقطع انقفاض ناتو نابتي اند يوزر ويكا اند كاستمر نابتي نتنبرت زغز نابو يزسغاغر مخنياتو مطن تواغا زوسخه مطن توم نعزو غعزلو توم افريت كاب كادلمصو زلو نتواغا نابتم غزااتيوم زسغرو مبزحت غزي زغا نتنغدناي عالم حمام رئيس كونه زخيلي. But why are they back now? Because of the Red Sea situation. It's classic criminal mentality. You see the crime rate shoot up, you join. It's a major concern for shipping, perhaps even bigger than the Houthis. Just think about it. The Houthis may stop if the Gaza war ends, but the pirates probably would not. It may require another multinational effort. So to recap, the Indian Ocean has two security challenges now. The Houthis in the Red Sea and the pirates in the Arabian Sea. It's a double whammy for India because around 20% of our trade passes through this region. So, أموداتا زكنتات زي in fact بعين بقدر حكي كابتن حوتي زخ قدد كم زخيل يعتزارب زلا حكنتون هالوا مخنياتو حوتي قد ما كنت هالوا قد ما كنت نشام غريبة مازالوا دما إسرائيل أبقازات قبر زلا تقدفوا دحريو نحنا سقم يبلنا يوم زبلون يرم أبعد يوم تتوكبلو ويس حجم مست أمريكا عسرت وتحضراتهم زقتلتو حن زيادة تقية بحري كي يحدم كن قبرينا يلوم فكرهم زلو نيب حق اليوم بهم قتلوا نجزيك زحتاتي جن at least يوم political blocks لزخونه بديسكشن كسمع زخليهم إزياتهم جن تقدي حق البونة تبتبوتا ديس من معسر حقوافر يوم سلزعات وزلو قالت إفهم تطوكب لا يكونون سلزي زجدد سجام كوني نمني خاطقن سجام نتن كي بحري منشنا نقدن ويكم مكان مسمرنا نقدن زخونه من يسادما مستريو دلهم هندي كمون تشاينا قالوا تجارات زعبين نقدنا تمس أوروبا بغي بحري زخيت سلزي ساتن بغت تاخذ اللوا كم زخلان نعتاتن دما زيادة سكات كم زلون تشاينا كسب حجب زعباز قداي أي تزاربتن سلمتاي مخنياتو نتشاينا كسب كندون ريسك يبلان مس إيران ركبان لوا إيران نحطتو قاصرميا نزوم شفاتون مس سومالون صبغ زخونه زمدنا سلزلوهم I think China بزعباز قداي زي أمريكا بعلات سحنا نساتر علو زلا كنتات يايلم تم يلوم يريولو اتقداي ان امريكان نمشارقتا معراباون معراب حقرات تقام سلازخون even هندون مسام هندن تشاينان ون متفنان سلازلهم هندن بعلم ابغون اسرائيل دو يلوم سلازلو حدا كابت تارجت غيروم زلو النسيو. Security minefield, 20% of India's trade. As a result, costs are rising. Insurers are charging more, the crew is charging more. Reports say overall rates could be 30 to 40% higher. So New Delhi is weighing some changes. It is looking to subsidize Indian exports, basically offset the rising costs. The government has already said rice exports have been affected. Next could be fruits, vegetables, and garments. So clearly there is a concern, but subsidies alone would not address that. So بحفشة تقطباتات نايتن هجرات بمنطر نايتي مجوعزيا زخبر زلوا تواجهت هسلا زخبر إكسبورت بجبار كبيزنس ندقس هذا تلاقى خوينو توسخ واجانا مجوعزيا تتوسخ وابتداجانا عالم تنبرات ككبور سلا زخون تتقلب النتي يقدل النت بيزنس دما كسارة يتولو سلازي تمنجستي سبسيدي ويكا دقمان حجزن كجبر يجدد. So زي كتكونتات نايكي بحري أنت كم زي ما سكنرينا now بزح عينة وجي زولا بزوان زي really بوقت راي كمان كاين ودايد فرزلو حجي انت عينة وقت خمزلو كنريكن فتنينا قد منافت خالا رسم مسكارنا أمودة تدما نزو خلو زتحاز ناي بريزيدنت إساياس حبريتا كنسمينا اوكي حجي انت كنرينا بحفشة إذا عمت زيا أسرع سنة 4 من البات عمت وقت كي تخون ون قمقامات يقبرالو أبزا حتى فيديو حجي استفلا لي وقع كساب حجي زلو كنتات كنرينا مغنياتو أبس اللي يلينا أبزا خمزلو دي كونس بحافشة بمولو تكونتات تاي مسلس كان اسمع ليش لا يقبروا دما 2 years ago, Ukraine burst open like a volcano, spewing lava into Europe. On 7th of October last year, West Asia went up in flames. For years, wars in many forms smoldered across the belt of Africa. This morning, artillery lit up Korea. War is raging across the world. There is a ring of fire that could quickly link up and engulf the world. From where I am sitting, all I can see is battlefields extending themselves as belligerents become ballistic. All I can hear is the sound of war. Is this the start of a new world war? So بحفشة تكونتات بيوكرين مسجمرة كساب حجي كم ريوز لنا
يوكرين زجمرت كنتات كساب حجي أب عقرقري زلا كم زنريو زلنا أتو كنتات ناب كم زعب كوينات عالم كوسز خلينا زنفت زلو مغنياتو كاب وجنا وج كاب شجرنا بشجر كاب تجم كاب عقرقرنا بعقرقر يوكرين اللي مسجمرة ناي غازا جميرو حجد ما أب كوريا جميرو لخن رينا أب أفريقيا زلو زخول ناي ساحل وج كالوين أمونغو تشاينا أمريكان زقبر زلو مفتات منال بعد دخون تعلمنا ناب كال زي تدليه كوينات عالم كتكيت خون كومون خد جمتون أبزخل كنتاتن زنفت كنتاتن بس إحنا خمزلنا مقام يدلي هجي كنرينا let's listen now what she has to say. Back to my question. Is this the start of a new world war? Let's start with the latest war. North Korea versus the South. On Friday, North Korea fired more than 200 artillery shells near two South Korean islands, Yeonpyeong Island and Baekjeong. These islands are in the Yellow Sea. They are very close to the enemy land. Yeonpyeong, for example, is just 12 kilometers from the coastline of North Korea's Hwanghae province. At 9 a.m. local time, North Korea حركاتي أسكتافو خين زلو حجي أزيد ما نافكال عينت كمعبل زخل مالتي أمونغو كلتا كورياتات أمونغو سمين كوريان دبوب كوريان حدش تصابو وتهدراوي تخصنا يملووات وانتغير له الزمال الدما سمين كوريا مس تشاينا دوب زلوا دقفنا تشاينا زلوا تكون كلا دبوب كوريا مال الدما نا أمريكا أزيد تبغ زمدنا زلوا سلزي إزي ما بقسنا أفكال العمان نخيكيد أبي فريا فتيرو له مغنياتو أبز حلفة قد مسومنا تبيليو ناي سمين كوريا مراحي نهزبناتو بفلاي نتسراويتناتو نعبو كدالو كم زلو محبير نيرو سلازي أنصار سمين كوريا زقبر زلو غوسغواساتن بروباغاندا بأمريكاون ننوح وانس أني هلو سلازي حجينا يتقسم اللواء جميرو مالو نابي قلتوك خيدخل زي حدا كابتي عبس قاز فتر زلو كنتاتيو Korea opened fire towards the south. Fire was coming from Jangsan Cape and Deongsan Cape. The shells did not reach South Korea, but the damage, you see, was done. In situations like these, just the provocation is enough to start a ripple effect. And this ripple effect, by the way, has already started. The residents of Yeonpyeong Island have been asked to evacuate. They received a text message, basically, saying there would be naval fire by South Korean troops. Is South Korea preparing a response? It has said as much. Seoul says it will, quote-unquote, implement measures in response to North Korea's provocations. So, سبب زي حجي بس إحنا زلنا كنتات دبوب كوريا ونقبر مال ستيب كم زلا سلازي التكونات اسكليشن وي كان ابزلا على كونتات كيكيد ان فاكت سمين كوريا مرحناتهم ابز غربا وزي نبره فيديوون ابت ناي ميسايلات بوتا قوينو نتن مخاين ناي ميسايلات زلوا ينقساقسون كم زلون نابكال كونتات كمعبل كم زخل سكفتات زفتر كونتات سالوي. We know that South Korea has already conducted live fire exercise. Could there be more? In the north, leader Kim Jong-un has sounded the war bugle. He has asked the country to prepare for a military showdown. Kim's dynasty has been waiting for this moment for years now. This is the chance, after all, to show off North Korea's military prowess, its advancement since the 1950 Korean War paused. Kim has asked North Korean army to ramp up production of various missile launch vehicles. Northeast Asia is exploding. The Koreas are preparing to go head-to-head. And if you turn west, you will see another war unfolding in So, سمين كوريان دبوب كوريان ابتفاتت بتيحن اللواء تكونتات دما exactly tensions مسححاب مرققا ابز قد لولو زولو كونتاتنا نخيزا لنا سو تقام كتريو خلقا تتصابوتات اب كل بوتاتات كترينا زدما اب رياليتي استمركوسي اب هوتاتا استمركوسي يكون اب رياليتي استمركوسي درو ناي تقسل ووت قبرا زلوا هاقراتنا نزارب زلنا سلازي اب تفار ايست زبهال رحوق مبراق مالتيو كلتا كورياتات فلاش بوينت ما بقسي كونا خلا زتفل عليه بلوكس دقفون عبنات ابزوان زي سمين كوريا من روسيا اب كيناتنا يوكرين تحجزالا اصوار وانت تحجزالا يجبال ابز حلفون بريزيدنتنا يوكرين ناي سمين كوريا ناب راشا خيد مسبوتين تراخيبو خمس نبرد ذكريو سلازي باصوار وانت تحجزالا الى امريكا بزغربا كسغيرو نيرو ميسايلات راشا سي ناي سمين كوريا ميسايلات ناب يوكرين توكشالا يلون كسيسو نيرو سلازي راشا بغتا مدرقاصلهم تشاينا دما نسمين كوريا كم ناتوم توساخي وتهدروا عمقيروم يمزريوا مغنياتو انصار امريكا نزلوا مرقتي تدبوب كوريا مس امريكا تكون كلا سمين كوريا دما مس تشاينا سلازي تبلوك ايران سو زياتهم حدا كيدان ناندرزلنا نغطلج in the high seas. This war is closer home and threatens to draw in India. An India-linked vessel
has been hijacked in the Arabian Sea. The ship's name is MV Lila Norfolk. It was sailing from Brazil's Port du Oco and it was Africa and then going around the continent through the Cape of Good Hope. The Suez Canal is a safer, cheaper. እዚ ዝሕልፈት ፀናሕኩ ንሪኦ ፀናሕና ስለ ዝኾነት ኩነታት ናይ ባሕሪ ካብኡ ከይረሓቕካ ኣብዚ ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት እያ ትገልጽ With an ዘላ unmanned boat close to a US warship and some commercial vessels. This is a first. Never before have the Iran-backed group used USVs or unmanned surface vessels. The Houthis are raising the stakes. They are using complicated war machinery like these suicide boats. These boats usually explode upon impact. Sometimes they are remotely detonated, like in the ኤግዛክትሊ እዚኣ እታ ፖይንት ፅንሕ ኢልና እውን ክንሪኣ ኢና ሓደ ካብኡ እቲ ዝገደደ ፀገም ዝኸውን ዘሎ ኣብቲ ውግእ ኣማንድ ወይ ከዓ ዘን ድሮንስ ከዓ ብኩሉ ጀላቡ ብሪሞት ዝዝወራ መፅአን ኣብቲ ጥቃት ዓባይ መርከብ መፅአን ክቃፀላ ዝኽእላ እሞ ነታ ዓባይ መርከብ ክቃፀሉ ዝኽእሉ ከምዚ ዓይነት ቴክኖሎጂ እውን ኣሎ ተፈቲኑ እውን ነይሩ ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ዓይነት ውግእ እውን ቨሪ ሶፊስቲኬትድ እዩ ወላ ኣሜሪካ ወታደራዊ ሓይሊ ይሃልዋ ብንኣሽቱ ነገራት ምስ ናይ ኣሜሪካ ክወዳደር ዝኽእል ዓቕምታት ንርኢ ኣለና ወላ ነታ ኣይዘንሃወር ዝበሃል ዋላ ተንካርኒ ዝበሃል ዓበይቲ ካሪየር መራኽብ ነፈርቲ ኩናት ዝፀዓና መራኽብ ናይ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ይፍርህ ዘለዎም ስለምንታይ ሓደ 500 ድሮንስ ብሓደ እንተሰዲዶም ልካ ሽግር ክፈጥር ከም ዝኽእል ነቲ ሚሳይላት ናቶም ኣውትራን ክገብርዎ ከም ዝኽእሉን ነታ ነፋሪቱ ነታ መርከብ እውን ሓደጋ ከውድቑላ ከም ዝኽእሉ ስለዚ እቲ ስግኣት ለበል ኣብ ዝላዕለ ደረጃ ይበፅሑ ዘሎ ዋላ ንእሽተይ እኩብ ጉጅለ ብ500 ብ600 ድሮንስ ገዚኡ ብዙሕ ፀገም ክገብር ይፅንሕ ኢልና ናይቲ ድሮንስ ክንሪኣ ኢና ሽዑ this case. This blast came with a message to America and its allies that the war is on. It came just hours after the US and 11 other countries issued an critical waterways. Fighting has escalated between Israel and Lebanon-based Hezbollah. Israel is now conducting airstrikes in the heart of Lebanon. The IDF has released videos of airstrikes on a Lebanese town. Israel ካብ ጋዛ ወፃኢ ሕጂ ድማ ምስ ሊባኖስ ምስ ሕዝብላ ዶብ ሰጊራ ብነፈርቲ ትድብድብ ከም ዘላ ዘርኢ ኩነታት ኣሎ ስለዚ ናይ እስራኤል እንተሪና ፀገምና ፈጠሩልና እስራኤል ነዚ ኢንተርኔት ሙሉእ ብሙሉእ ስለ ዝቆፃፀርዎ ዋላ ናይ ዩቱብ እንተኾነ እውን ነቶም ዓበይቲ ቻነላት ሸለል ብልዎም እዮም ነዞም ናሽ ቻነላት ግን ፀገማ ስለ ዝፈጥሩልና ክንሰግረ ክንፍትን ኢና እንታይ ከሪአኩም ፈቲነ ኣለኹ let's see one thing. Defense forces have shot down multiple incoming missiles. This war has already divided the world. You will see multiple conflict zones. Jihadist groups are expanding their operations in the Sahel region. We are talking about countries like Burkina Faso, Mali, Niger. Here, you have a growing presence of terror groups affiliated to the Islamic State. Terror attacks have become the new normal. This region has been burning for a while now, just as the war in Africa is sadly more. ኣፍሪካ እንተኸይድካ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ሳሕል ኤርያ ዝበሃል ታሪኻ ሳሕል ጥራይ እውን ኣይኮነን ሕጂ ቀርኒ ኣፍሪካዊ ናብ ገፁ ክልሕም ቀሪብ ኣሎ ኢትዮጵያ ውሰድ ሱዳን ውሰድ ስለዚ እቲ ኩነታት ናይ ኣፍሪካ ድማ ነቲ ኩነታት ዓለም መሊሱ ዘባእስ እምበር ዘፀብቕ ኣይኮነን ስለዚ ዕግርግር ኣብ ማእከል ኣፍሪካ ዘሎ ካብ ሱዳን ጀሚርካ ክሳብ ምዕራብ እቲ ሳሕል ኤርያ ዝበሃል ዕልዋ መንግስቲ ግብረ ሽበራ ዝብል ሓይልታት ናበርትዒ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ እተን ሃገራት ድማ ናይ ምቁፃር ዓቕመን መን እዩ ነዚ ኩሉ ግብረ ሽበራ ዝፋንድ ዝገብሮ ዘሎ ኣብቲ ቦታታት መን እዮም ዘለዉ እንተኢልካ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ፈረንሳ ናይ ኣሜሪካ ንግብረ ሽበራ ዝሕግዝ ሓይሊ ጠጠው ንምባል ዝብል ሓይልታት ኣብለዎም እንተኾነ ከምቲ ዝድለ ውፅኢት ከምፅእ ኣይንርን ኢና ጥራይ እሳቶም እቲ ግብረ ሽበራ እናሓየለ ክኸይድ ጥራይ ኢና ንርኢ ከመይ ገይሩ ካብ ዜሮ መፅኡ እናሓየለ ይኸይድ ተመሳሳሊ ኣብ ቬኔዙዌላ ንጊያና ዘሎ ድማ ከምኡ ዓይነት ኩነታት ንርኢ ኣለና ማለት እዩ This is the map. North Korea and the South. China and the Philippines have already had a face-off in the South China Sea. The upcoming Taiwan election has made the region all the more volatile. There is an internal war in Myanmar. You have Indian commandos boarding a hijacked vessel in the Arabian Sea. The Red Sea is burning. Yemen, Iran, Lebanon, all are being pulled into the conflict. Israel and Gaza are already at war. At least 10 countries have their forces and warships in the Red Sea as part of the... So, ከምዚ እትሪእዎ ዘለኹም እዚ ብጫ ዘሎ ኩሉ ናይ ቴንሽንን ናይ ውግን ኩነታት ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ብፍላይ ናይ ታይዋን ምርጫ ኣብ ዝቐረበ ኣሎ ድሕሪኡ ናበይ ገፃ ክትከይድ እያ ጉዳይ ታይዋን ቴንሽን ፖይንት ወይ ከዓ ኣሜሪካን ንቻይናን ኣብ መዋጥር ክትትኽእል እያ ራሽያ ብንኤው ኣብ ኤሮፓ ዚቕ ዝበላ ውጋእ ኣላ ንርኢ ኣለና ስለዚ ኣብ መይማር ዝበሃል ከተማ ሃገር ድማ ሲቪል ዎር ኦልሬዲ ተጀሚሩ ኣሎ ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ንርኢ ኣለና ሳሕል ኤርያ እቲ ብጫ ናይ ኣፍሪካ ካብ ምብራቅ ክሳብ ብሱዳን ጀሚሩ ክሳብ ሴኔጋላት ኔው ጫፍ ዝበፅሕ ኣብ ኩሉ ፀገማት ኣሎ ኣብ ኤሮፓ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ዩክሬን ወር ኣሎ
there is so many things ነቲ ኩነታት ናብ ላቲን ኣሜሪካ ድማ እቲ ናይ ቬኔዙዌላ ኩነታት ንርኢ ኣለና ሶ እቲ ቴንሽንስ ናይ ኣውስትራልያ ብጫ ገይሮሞ ዘለዎ ድማ እቲ እቲ ፓሲፊክ ምስ ቻይና ዘለዎም ኣብኡ እውን ብዙሕ ቴንሽን ስለ ዘሎ ናይ ኮርያ ወስኸሉ ናይ ቻይናን ፊሊፒንስን ኩነታት ወስኸሉ ስለዚ there is so many tensions እዛ ዓመት እዚኣ ኣምላኽ ይስተረና ጥራይ ዘብል ሕጂ ናብ ኔክስት ቶፒክ ክሓልፍ እየ ፕሊዝ ላይ ግበሩ Unarmed drones do? Let me break it down for you. They would basically allow the American forces to conduct aerial surveillance and to trace the movements of the militants along the coast. They would also provide tactical advice. So America ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ደረጃ ኩናት ናታ ኮምፕሊትሊ ብድሮንስ እያ ተቐይሮ ዘላ ነዊሕ እዋን ጌራ ኣላ ካልኦት ሃገራት ድማ ይስዕብዋ ኣለው እስከ ንስማዕ how are they using the drones ዝበሃል ክሳብ ክንደይ ኣብ ውግእ ኣገዳሲ ባእታ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ to the local troops during operations. You see, where the US does not want to deploy troops, it is deploying drones to do the job. Now, there was a time when drones would just play a supporting role in the military operations, but now they have become a very crucial part of modern war. So America ሰራዊት ክሰደሉ ወይ ገለ ዝኾነ ክትገብረላ ዘይትኽእል ድሮን እያ ትሰድድ ቀደም ድሮን ከምዚ ሓጋዛ ሓበሬታ ገለ እዩ ዘምፅእ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ድሮን ኣገዳሲ ክፋል ናይ ውግእ እዩ ምክንያቱ ብኸመይ ይጥቀምሉ ለው ድሮን ኣብዚ እዋን እዚ ነዚኣ ስምዑ ምክንያቱ ወላ ኣብ ሲቪላዊ መዓላይ ክበፅሕ ክኢሉ ዘሎ ንስማዕ ሕጂ እዚኣ ድማ ንኸምሲ ዕላማ ያምፅያ ዘሎ warfare. We've been telling you about this. Just have a look at what's going on around us. Two wars are going on. Drones have played a key role in both of these wars. In the Ukraine war, Russia started firing Shahed drones into Ukraine in September 2022. Between then and last month, it had sent around 3,700 deep into Ukrainian territories. In fact, just earlier this week, in 3,000 ዝኸውን ካብ ወርሒ 922 ደንጉያ ድሮንስ ክትጥቀም ጀሚራ ራሽያ ክሳብ ሕጂ ግን ከባቢ ክንደይ ተጠቂማ ኣላ ክሳብ 3,000 ዝኸውን መጥቃዕቲ ብድሮንስ ገይራ ኣላ ስለዚ እቲ ድሮንስ ግን ንምንታይ ዓይነት ዕላማ መጥቃዕቲ እዮም ዝጥቀምሉ in the early hours of the new year, Russia launched a record 90 Shahed-type drones across major Ukrainian cities. And you see, these drones are cheaply produced in Iran. Initially, they confused Ukraine's air defense. They were harder for standard radars to detect as compared to missiles. And when Ukraine did actually figure it out, it faced a dilemma. As I told you, the drones are very cheap to produce. And by cheap, I mean around $20,000 per drone. But the defense missiles used to intercept them are not. All in all, reigning in these drones was a costly affair, and Kiev had to adapt. It now uses... رأي واحد تزقرم زيو أتي تن ناي أمي راشا تتقبل زلا درونس مبزحتو ناي إيرانيا تحجز الله إذا درونس زي مجمريا مسمته أمريكا سلا ديفولت وزنبرو نيتو سلا ديفولت وزنبرو نتي intercepting way كانت ترى درون زخنا ناي يوكرين أشكعوان نوح وان ما تجعله مالتيو دحار مسفلت ودما زجرة تجمع قاتمو مغنياتو نتا درون خطتك تسداز لها ميسايل بعز فتات كبرتيا ولك كم زابا بإسرائيل زرانا يكونتات مالتيو أتي حماس يصدوا روكيت نايكلت شحنة حسرت الشح كون كله أتي ميسايل نوع انترسبت جيرز قال لك $1,000,000 يواجهوا لذي ولا يوكرين نارا يوغلوا $1,000,000 ميسايل توكيس كان هاي كلت الشحنة ناي أسرع الشح درون كتهرم أي واتسني بعيني وقك طريق لها سلازي أبتي مجمري أبزح تاقم فتير لهم يرد حرقن حدا معلبي وسينا متايس كان اسمع vehicles with mounted machine guns to shoot down the drones. Not just that, the US has also armed Ukraine with Switchblade kamikaze drones. And in Gaza, Israel has used drones to pound Hamas from a safe distance. The big ones carry out constant surveillance of the strip, and the smaller ones get much closer to the action. One such example is the Extender. It is designed for indoor and underground operations. It can easily get into the buildings and the tunnels of Gaza. And just a day ago, a drone strike in Beirut killed senior Hamas official Saleh al-Aruri. We told you about that. Hamas is no less. It has its own modified drones. When it attacked Israel on October 7, a fleet of drones filled the Israeli skies. These drones are available online, by the way, for just $6,500. They were rigged to carry explosives and knockout cameras, communication systems, remote-controlled guns. Together, they defeated Israel's $1 billion... سمعكم ماذا؟ إذن درون سياتهم حماس نبعلو حسور درونس ناتتكمي أبتزد العلامات إسرائيل كتقعم كيليو إسرائيل وينكم مستفل عليه قبل حقوق زهرم قريب كتقع زخيل عينة فيلم نريا عينة دروني ناز ورزمت مالتيو شو إذا كنا تاتزي كسب شد الشيء حسل الشيء سب بقول وشيدون ما تقعد قبل له زخيل فلازي نعوز خون قلت زخون الريجوليشن سوي حق كسب زوات حدا قلنا كنا تاتخون كم زغل مهنياتو درون جيركا أبوشتو تتوقعس جيركا ناب حدا جزاك صدق كم تخلون ياتقلز لا فلازي there is a lot of danger here. Border defense, and this you see was a wake-up call. The deadly potential of drones was on wide display for the world. Drones are changing the course of wars, to say the least.
Sure, they have been around for over 2 decades now, but today a new generation of cheap, commercially available systems is emerging, and it is basically challenging some of the world's most technologically advanced forces. They have become indispensable for modern military operations. They provide better surveillance, precise targeting, they are safe, convenient, and most importantly, they are cheap and flexible. And their role is only going to expand as far as warfare is concerned. How are the militaries around the world adapting? So حتى ناي درونس أزي أقداسي كون أبزمت عمتات ناي وجه مالتي مغنياتو حدا أما وداتا سبعي تقتلني خا سبعي كون زلك جنزبي خا تقتل زت فالكا كاله أبزخون عينة وقدما نتانا فاريتنا يكونات حزواز خي سبيو بسمعيت بدخام بزخون استفل عليه جيجا خجبر لي زيجن ماشين يا جاجني exact السيت جيرو نتزد العلامة كحرم زخيليو flexibility بكا أبستفل عليه يكونات هذا ما ريسك نخط وسدي حق زكا سلزي أب موداتا مسترون زلو سراويت تواجيكا نقط عوات أزي كبيدي كون سلامتاي مس ماشين مسحاتين تواجيكا قط عوات سلزي تي أقداسنتنا يدرونس أبزمت عمتاتنا يوجه كامتنا على قداسيو من ينتنك عندي أبدرون لعل زلو واحد جكن ريانينا. Here's the question. The US has opened a specialized drone warfare school. You heard that right. It is basically teaching the American troops how to defend against drones. It is the first academy of its kind. Some 1,000 persons. أمريكا already ناي درون بيت مرتين نسراويت ناتهم سلت أنا ناي درون يهبوهم كم زلوا جزيان ترخيبة أبز فيديو نيراتني جن سلت أنا ناي درون شي وهاب له سلزي زخونة وتحضر أبز وانزي ناي درون سلت أنا كوهابون أنت درون كتك عملوا زخل أسوارات كوهابون أقدر سنة زلوا خيني سمعني سلزي نابا خنسا قرينا هجي من ينتنك عندي أبز على أبزي عودزي حجي عسرت هجرات زبز حناي درونس أسوار زلوان هجرات كان ريكا قر ما خمين تنتبي وانا يكونن قليان هندبتين. Vehicles and their lethal versions, unmanned combat aerial vehicles, are strong aircraft that many armies use. In today's video, we're going to rank the top 10 countries by their USAV numbers. Let us begin. Number 10. Italy. The Italian Air Force has 10 USAVs in its inventory. طليان مبلع 10 درجة حزال لكن دي اللوا عسرت درونس اللوا سلازي درونس كبهلا خلوا استفل عليه عين زلونين سلازي عسرت درونس كلوا خلوا طليان مبلع 10 درجة حزال كل الديتيلز مرايد ليناني مبلع تاش اي 8 هنري. Iraq. The Iraqi Air Force has 14 USAVs in its inventory. العراق مبلع تاش اي درجة حزال عسرت 4 درونس اللوا نسلمت العراق كم خينو العراق بتنا أمريكا متتو أبدي غزبة وجن شجرن سلازي نبرت أمريكا بزح بيز نيروا بزح وتهدروا عقمنا يتهجر نمل عال بزح أبرك تغير بلا بلا يزبالجن أمودتا كباب 10 4 درونس بمحاز أما بلتاش عيد الرجات ركب زي قدمي حدا توارز وصل ريبورت نيرو من البعد بحبوا استقامتنا قال يهلو خوني سلازي نغطي القطر شو من تمنى الله. Israel. The Israeli Air Force has 15 USAVs in its inventory. The domestic Albert Hermes 450 and AIA-800 USAVs make up the drone fleet of Israel. AIA-800. إسرائيل مبل شامنا درجة بعصرت حمش درونس نا إسرائيل بزي كالعالم عزفنا تقهون خليو سلازي حبايو إسرائيل بمبزحت وتهدروا عاقما سلازي حبا العليو كهون كم زغل قمتها لناني قن بوقع زعبر عصرت حمشتي عبيتي درونس كم زلوا 12 درونس زنريز أنا متكعت تفصل زي كنا زين ديغ زبلا كم نفرت كويناتين مليونات خواجن سلازي زينين أنا بلدلنا سلازي عصرت حمش حبا زلوا سراويتيو نا إسرائيل مالتيو تابن اللي على قن منالو قبتي مبل شاب عيد ريزا. Egypt. The Egyptian Air Force has 32 USAVs in its inventory. Egypt has قبتي 30 كلتن درونس اللوام قطري كم زتري وزلهم يهم حلفنا بلناهم رينا مهنياتو كله تتبتب كم بس حصل زي نقالي. Next إيران next يا قطر مبلشات شيتيا بزح درون تفرها قرد معي. Number 6. Iran. The Islamic Republic of Iran Air Force has 83 USAVs in its inventory. Among a variety of domestic Shahid, command and monitor series of combat vehicles, Saga and Shahid 120. كم تري ودلهم إيران مبلشات شاي درجة بثمانية سلستن درونس إيران بزح درونات ني روسيا تحجز زلا هجر كم زخانتي زنجر أبزوان زدما أبت تكنولوجيا ناي درون كدميت كم سر زلا هجراتيا سلزي بقليلو تدرج ناي درونم كوس كم زخل كم دليت كم طلبنا مالتي سلزي تن ناي درون أفريتي كدميت كتريوان يوم حجي تنكند زفري زلا هجرات إيران بثمانية سلستن مبلشات شاي درجة حمشاي درجة كن كيدنا هج. Number 5. Russia.
The Russian Air Force has 100 USAVs in its inventory. Russia has a variety of Russian-made Kronstadt Orion-class USAVs in their combat drone fleet, with the Orion E USAV being the most modern and capable one. The Orion E combat drone made its ራሽያ መበል 50 ደረጃ ብ100 ድሮንስ ዝተፈላለዩ ዓይነት ካቢራን ብሓገዝ ተወሳኺ ተወስደ ዘላ እምበር ባዕላ እውን ኣዝዩ ስልጡንን ምዕቡልን ድሮንስ ከም ተፍርዩ ስለዚ መበል 50 ደረጃ ሒዛላ ብ100 ድሮንስ ኣብ ሰራዊታ ስለ ዘለዋ 100 ከጥቃዓ ዝኽእላ ድሮንስ ማለት እዩ መበል 4 Number 4. Pakistan. ረይዎ Pakistan Air Force has 113 USAVs in its inventory. Pakistan who would expect top tier ኣብቲ ላዕሊ ደረጃ 113 ድሮንስ ዘለዎ ብዙሕ ድሮን ዓቕሚ ዘለዎ ሰራዊት እዩ ናይ ፓኪስታን ማለት እዩ Pakistan owns domestic Shahpar 2 and Barak combat drones. Number 3. China. The Chinese Air Force has 151 USAVs. ናይ ቻይና ድማ መበል 30 ደረጃ ብ151 ድሮንስ መን ዳሎ ካልኣይ of course ቀዳማይ ኣሜሪካ እዩ من قال له كالاي ندحريلكم ابزي زلو تفللي سلازي ناي تشاينا نشتي منره دحريو كغرماكم Inventory. China has a series of Winglong and Hongzhou USAVs in its drone fleet. Winglong 2 combat drone came into service in 2017. Winglong 2 is powered by a turboprop engine that allows it to reach a maximum speed of 200 knots. This drone's wingspan is 4.1 meters. Winglong 2 is equipped with a variety of bombs and anti-tank missiles. أمونغو تشاينا أمونغو أمريكان زلو فللي كقلص لكم يتصنعيله so مبالك هالاي Number 2. Turkey. yes The Turkish Air Force has 172 USAVs in its تركي ريوه 270 كلتن تركي أبزوانزي بزح أغالب أبو تهدروا حيل زلويا مخنياتو بدرونس أبكر ميت كاب السرعة سلزخونت كابتن هاجراتنا أوروبا حتى هاجر ياريخهم طليان تراهم ريخهم في توبتين عصرت درونس زلوا سلزي معرتو واحد زلوان معريو دما دحيران كم زلوا في تكنولوجينا إفراينات ناتو إخاطر دا سلزي انت زلوا كا مفرحات تنزفريان تنزيادة زلوان هاجرات درانين مالتشو راشا بعلا تفريا إيران بعلا تفريا باكستان بعلا سلا تفريا أمريكا بعلا سلا تفريا تشاينا بعلا سلا تفريا كم دما تركي تريوان لهم 270 كتن بعلم سلا زفريهم سلزي زيادة تم زفريهم تم أفتوت هدروا عقمي درونس بارتفيشال انتليجنس بتكنولوجي انت سنيخايو كاتاستروف كاب زخونه يكون عينت أصوار نلعلي هذا جنيا مالتنا نزارب زلنا سلزي تزلع على الركاد زلود وتهدروا عقمي تركي أبكد 100 ريال لنا مالتش نقتل ولا إثيوبيا كاب تركيا تجزنيرة وتروح هذا دما Number 1. United States. The United States Air Force has 334 USAVs in its inventory. so أمريكا 334 درونس يزلوا لذي أمونغو تشاينا أمريكان زلوا تجاب أبي كونن مس تشاينا قلطافنا industrial production مس تزلوهم efficiency ويكا قلطفنات قلطيفهم أركيبهم كحلفهم كم زخونوا درونس ولا حنت زترات راي كونن معناته أمريكا كباب تريليون وصعي باجتنا مليتر زلوا دحريا زلوات شو من تشعت عصرت هاجرات تدميرا كنا أمريكا باجتنا وتدروا حيلي بلن أنت خونت تجاب أمونغو زلوا أمونغو تشاينا حدا ربعي ديكون باجتنا وتدروا حيلنا تشاينا كنا متى وصيتنا أمريكا متيلو تريوال لهم زغا أبكال فيديو جير الكومير وتدراوي باجتنا أمريكا أبزيد اللي 5 أفت جنزب تنبرت بحسور زجزاز نبري بعدفد عدفتاتنا أفتن كامباينتات تجنزب كم زخيدن حدش نجر نخفري بزوج شجر كم زلوهم زجلت سلزي أبكر أبا حمش شدش عمد أبزنا درون سبيس تشاينا أركبات تلفون كم تغل أبكل وتدروا حيلون كم تي أمريكا زلا على السجاد فترة لهم زلوا تشاينا بغلطف تركب امبارح زيا قداي زيا كاب بريزنت سياسنا على خجلت أزغل نزر دانيلن بزعبا زو كنتات زي ناي جيوبوليتيكا منقسقاسات زي وغور وغز بحال زلو أبزيا نيشتاي كفال كنسمينا listen carefully مساعدهم تخيل تصفيحها قرشي توسط تخيل تثبت كلنا ولم صوم تخيل على خيل كتب تخيل أما ده تعجن نازل عالم سلام زرق دولو كتسأله كتحت بمسيو دولو انت يتونكو حبي دوجز دولو ده هيك أنا قاتل يا عجز الله هنا أو كبابين أنت يسووا له إذا جمعت سنة هنا 3 عامات استراتيجي فحفايل تبعتاتني عجيب من قد يوكرين جرام روسيا خسر رواي هم كل نجار كودوا هم دحيل كبينا عقمن بينا لوجيك إنكم خون خير سواء نقول خن شاينا كونتين جبروا تبغيسون وين كنكركراينا خندرتاينا شاينا يلون جبروا صوتا هو أصلا مثل بينا لوجيكهم اللي كاتحسب تخيل زوجة رواد دولي دلو باسيفيك أبتفل عليه خوابيتها حنسا نهندي مس شاينا تجاجوا نهندي مس باكستان تجاجوا هندي تمس جابان مس أستراليا مس دول كوريا قطعتهم كحلا ألاينس فترة فيلبين تاي تجبر أبزن تاي تجبر نايد تفشة مهزة يدبنا
مستفيش سب موزو بزم بتن طبع نبي كذا كي تخل أمريكا بزح جز الله تغى وغلو دخسرة خسارة كتم لسه تخل ده أستاد 30 تريليون عدد اللو هاجر هبتي يدول دلو دولار زغط عليها ورقات ما حتى ما تزرقه دلو قطبة نبي قصو خيدي صباح نقول زح جز رينا دلو من قدي نا يوكرين دلو إكزيبيشن نا وتهدراوي أصور نبي قصو انت علمه ذلك تاريخها إذا إحنا من خساب زي تعجزه أو كبابينا خون وصاح كبابينا بوضح نجر ونسبه نخيل بقول لجن نرجعتنا نسلامنا نرهوانا استراتيجينا فلتنا نسرع إذا بده وقت زجن ترفع يكون إذا بده هذا الله معلتو بليعه وديه يلقى تحسب تغير بس يجي اللون صباح عنده صباح عنك حسبه تقول لجن هيكيرنا تمالك هناك ودينا هي جانداويانه بودا كشو ما يحضرنا كم يركا خلي شجرات فتر بين تفتر كم يركا تطاقص كم يركا تنقض كم زاز بلا زولا قد ما عامت تزاربا ازيا ترجعون لهم قد ما عامت تزاربا اكزاكتلي تاع كونتات نابي قصات كيت كم تخل قام نيرو كم زين ريو زلنا قرن افريكا نابي درجه بتحل حج كم يركا تمنزع كيو خولي ام زباله زبل دحرا له خينو او جيغا خنتناتاتهم كودقت ديكون كان حجي ايزي عالمنا درب زلو ولا حد شراعاتهم جمو دلو كنبر له اب مونغو مسمرات من نملكه خطردوخت كده على كانتا يمزولو دلو اذا هجم كونتينمنت لهم سريع من دلو بدرجه مالوتي مجمريا روسيا تسرعت تغيل چاينا مسات مس ايران كوتو واخولو نو سمين كوريا لهم كوتو واخولو خالوت تو بو زيت الليستا تو طاي سمدلو ما مخنيتات لهم طاي سمدلو بو طاي تحصرو ترفا كنا تفلسفنا قالنا نا امرون كساب دي تغيره مغباتنا عالم مقصصارنا عالم دبال كاب حنقولهم كيوصه بمغابرياتات كسرحو إيلهم دفطروا ويفطروا نا يغلغلتي متخخابن طبيعاتن اب ككبابيهم تصدخل صقم بغبو خنبب سلادلو نعم من باب مفلات رايدي كونات فتحهم ترخوا لك مدراوات غير كتصنت كلا لك او كبابينا قرن افريقيا سلام دلي كنا دبال كندسخو حنقولنا هم دم سخون كلا لنا قبل معات نبرقات قصناهم كيسن كلا لنا راهو مصالو ذكر اخر رسالة كنا كما غير كترغاغصو كم زي مثلا حنكارن كله كما غير كترغاغصو تخيل لذا حنكار زغلغل قدام خلو كما غير كان زي كترغاغصو تخيل كتفلت كلا لك انو مفلات راي كون انت وانا نغا تي اون تاو غنو تناي بحق حناصد بعل كصعبيناتو كتسرحلو كلا لك بتميد مساع كون كتسرحلو كتسوقالو لك كتكفللو سلازلك مالك مفلاطو غير قداسي معناته مساكا زغيل بدهوتاتك حدا قلتلك هتفطم انت التحساسو مغبو تردوت كلا لك التحساسو من كايدون كقيرو اليوم انا هب مايتات زمانات تجمروا وصل لدغنا العالم كربي صما هويخم عالم كابو وصل سلازلو نا كلن كفل علامات من قدام قبل انا بزاها بابينا دله لتات جن قال امراسي بلنا بفلاي نزي حزبنا اذا هاجر زي 8 عامات يا مستنفاسنا بلقمنا خب دهر سبعان خب دهر شهن 940 هذا بس اللي بلنا هنا غم حزبي كون كل حزبنا افريقيا هاجرات كلنا نبر عين خلين يلا استراتيجيه وحداتنا تقلقلنا هذا هاجر زي لازم خدوق صلك اي بحق تحزني anyway it is what it is كم زلو وين نقبله هاجر انا نوح ابي واقع كفيله ايرترا تخفلونا لاستيل جن امودتا كم تزبلو تكونتات كتردوخت كلالك غتفلطوخت كلالك كمي مخانوتا كايدا كرداكا كخلالو ابو كساب تنبر زلخا ابو منصر دما بقرهنت زحلف كونتات ايكونن يزبل زلو صبح حبريتايو انا هوب كل نجر تماهيرنا نكون نايلو مارستي ابز خودي بليز لايك جبرو سبورت جبرو ابالات نايز چانل كل نابلكو نايلو مارس ابز خودينا ابكال ارستكساب نرخب تحنكون بلاكم تصبغوا تشاو እዚ መኽርዚን እቶም ቁጠባዊ ህይወትኩም ክትቅይሩ ንትደልዩ መጀመርያ ንገንዘብን ንቁጠባን ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኣብ ዘይርዳእና ኣብ ዘይንፈልጦ ክንዕወት ስለ ዘይንኽእል ካልኣይ ከምቶም ዕውታት ናይ ቁጠባ ናይ ገንዘብን ከምኣቶም ፈሊጥና ከምቲ ንሶም ኢንቨስት ዝገብርዎ ዘሎ ኣብቲ ሴክተር ንሶም ኢንቨስት ዝገብርዎ ዘሎ ክንገብር ኣለና ሳልሳይ ዕውታት ናይ ቁጠባ ጠጠዋ ይብሉን እዮም ይኣኽለና ይብሉን እዮም ንሕና ድማ ከምኣቶም ቀሲልና ኣብ ሓደሽቲ ሴክተራትን ኣብቲ ናይ ቀደም ሴክተራትን ኢንቨስት እናገበርና ክንከይድ ኣለና ነዚ ኩሉ ክሕግዘኩም ዝኽእል ብፍልጠት ይኹን ብተግባር ኮርሳት ኣለና ኣብ ኩሉ መዳይና ህይወት ፈሊጥኩም ስጉምቲ ንኽትወስዱ ድማ ክሕግዘኩም እዩ ተጠቐሙሉ ክብለኩም ይደሊ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች